السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في شركة ريماس. معلش أنا بحاول إن أنا أطلع لكم الصوت بس يبقى كويس والجودة كويسة على قد ما أقدر يعني. عشان أجاوب على بعض الأسئلة النهاردة. المفروض إن دي إجابة على بعض الأسئلة، أكتر أسئلة جات لي على القناة. أولا لو أنت مستعجل عدي أول دقيقتين، ده أولا يعني. ثانيا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. وفي مناسبة برضو مهمة بالنسبة لي، وأعتقد ممكن تكون مهمة بالنسبة لكم، اللي احنا القناة عدت 1000 مشترك. بصراحة أنا كنت يعني عامل القناة هواية كده، بس أول ما عدت ال1000 مشترك قلت لأ، هنخش مرحلة تانية خالص، مرحلة جدية. آه، كنت عايز بس أعرفكم إن اللي بيتفرج على القناة بتاعتنا أكيد يا إما صنايعي يا إما زبون أو عميل عايز يعرف إيه الفرق ما بين الإزاز وبعضه، أو عنده مشكلة بسيطة، أو عايز يعرف التكلفة أو الأسعار، أو الحاجة دي يعني مضحوك عليه ولا لأ، يعني بمعنى صح. تاني نقطة عايز أتكلم فيها، برحب طبعا إخواتي المصريين، لأن أنا من مصر أصلا ومن اسكندرية بالتحديد. فطبعا دول دي حاجة معروفة، بس أنا برحب بالناس الضيوف علينا من الدول العربية زي السعودية والعراق والجزائر واليمن وكل الدول العربية الشقيقة. أهلا وسهلا بكم. برحب بكم بشكل خاص يعني. النهاردة هنتكلم في أسئلة، يعني هقرا لكم إيه اللي أنا كاتبه أو إيه النقط اللي احنا هنتكلم فيها بالتحديد، عشان بس ما اضيعش وقتي ووقت حضراتكم. هنتكلم عن انواع الازاز، الفرق ما بين الازاز العادي والازاز السكوريت، آه، المقاسات الازاز. هنتكلم في مواضيع كتيرة، يعني مواضيع مهمة. لو انت حابب الموضوع ده، على ما اعتقد الفيديو ده هيفرق معاك كتير يعني. ان شاء الله لو نال اعجابكم هنكتر من الفيديوهات دي، لاني انا اكتر يعني الناس بتتكلم دايما على التعليقات. يعني بالتعليقات بتتكلم ان انا اعلق، يعني اقول ايه المشاكل وايه العيوب اكتر من الصور والفيديوهات. فانا عشان كده قلت اجرب الفيديو ده، لو نال اعجاب حضراتكم هيبقى فيه شكل جديد ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم مرة تانية، ونبتدي على طول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنتكلم ايه انواع الازاز. بص حضراتكم عشان بس تبقى عارفين، لو انت عايز تعمل حاجه سكوريت، عشان بس تبقى فاهم القصه. الازاز ده بيبقى عباره عن ازاز عادي، ازاز زي بتاع السفره كده، تمام. بيتكسر عادي، وكل مراحله عادي، مفيش اي مشكله، بيتكسر وبيتشرخ. بيحصل ان الازاز ده لو احنا عايزين نسكرته بندي المصنع مقاسات، مقاسات بشكل معين فيها الخرام والتخليعات. المصنع بيقطع الازاز ده بالشكل اللي هو على الرسم، تمام. انا عايز اوريلكم حاجه مثلا، مش عارف هتبان واضحه ولا لا عشان الاضاءه. حاجه زي كده مثلا، دي ضلفه باب او ضلفه شاور او ضلفه حجره مثلا، يعني حاجه زي كده. ببقى عاطيله اقصى طول واقصى عرض، واخد بال حضراتكم، والمقاسات والابعاد. المصنع بياخد اللوح اللي هو العادي ده، بيتقطع بطريقه ميكانيكيه عن طريق مكن او عن طريق يدوي، يعني لو مصنع على قده مفيش مشكله. بيقطع المقاس طول وعرض، بيخرم الازاز، بيخلي على قد المفصلات بتاعته، وبعد كده بيتغسل مطرح التخريم، وبعد كده بيخش الفرن. تعتبر مرحلة السكرتة. مرحلة السكرتة دي تقريبا فيها نوعين يعني. مرحلة بيخش بالحرارة، تقريبا درجة حرارة 1000 مئوية، بيخش في زي على سير كده على درافيل. هو المهم ان الازاز بيخش وقت معين، يعني دقيقة دقيقتين 5 دقايق، حسب درجة الحرارة، حسب الفرن، حسب المصنع. بيطلع من الناحية التانية متسكرت، وبيبقى واخد عليه ختم. الختم ده بيبقى عليه اسم المصنع، يعني سواء جريش، ديكوريتيف في الاتحاد العربي، ايا كان. في مصانع كتير عندنا بسم الله ما شاء الله يعني. بيبقى عليه ختم كده باللون الابيض مكتوب، بيبقى ساعات 3 حروف، ساعات الاسم كامل، ايا كان. اللي انا عايز اقصده ان احنا الازاز بيبقى ازاز عادي. المرحله اللي انا اتكلمت عليها من شويه دي اسمها مرحله السكرته.
السكرته دي بتخلي الازاز من ان هو بيتكسر ويتشرخ الى مرحله اللي هو خلاص لو اتكسر هيتكسر قطع صغيره اللي هي حوالي سنتي في سنتي. دي اسمها مرحله السكرته. فاحنا اتفقنا ان هو بيبقى ازاز عادي، لما يخش المرحله دي بيتحول مرحله السكرته. تمام. قبل ما يتسكرت عايزين نتكلم عن انواع الازاز اساسا. انواع الازاز، احنا عندنا في مصانع كبيره اللي بتصنع الازاز. مش شرط المصنع اللي بيسكرت ده بيبقى عنده مصنع تصنيع. يعني مثلا جريش مش شرط يبقى عنده مصنع ان هو يصنع الازاز نفسه من الرمله البيضاء. اصلا الازاز بيتعمل من الرمله البيضاء. فمش شرط ان مثلا جريش هناخدها كمثال يعني ان هو بيعمل عمليه السكرته دي يبقى عنده هو اللي بيصنع الازاز، لا. في مصانع تانية بتصنع، من اشهرهم في مصنعين مشهورين. طبعا في مصانع اكيد اكتر من كده، بس يعني احنا نقول المشهورين. الشركة المصرية، شركة طبعا مساهمة مصرية، شركة كبيرة ولها حصص ولها باع كبير في موضوع الازاز. وفي شركة سان جوبان. دي الشركة دي على ما اعتقد يعني شركة مش مصرية. هي موجودة في العين السخنة، بس مش بصراحة مش عارف مصرية ولا مش مصرية، بس هي على أرض مصرية يعني. دول أكتر مصنعين مشهورين في مصر. المصنعين دول مختلفين تماما في السعر ودرجة اللون. يعني ايه درجة اللون؟ يعني حضرتك لما بتشوف قطعة ازاز 10 مللي مثلا على سبيل المثال، بتشوف الازاز بتشوفه شفاف، سواء ان هو سان جوبان او الشركة المصرية. بس في صورة انا حطيتها حتى على او ممكن ابقى اوريها لكم في اي مشهد. الشركة المصرية بيبقى الازاز مخضر شوية. الازاز انت لو تاخد بالك مش شفاف، الازاز مخضر. يعني لو انت حطيت مثلا 10 الواح فوق بعض او 100 لوح مش هتشوف الحيطة، هتشوف لون اخضر، مش هتشوفه شفاف. الشركة المصرية الخضار اكتر، شركة سان جوبان النقاء اعلى. فده ممكن من ضمن الاسباب بيخلي ان شركة سان جوبان السعر اغلى. تمام. طبعا مش شرط، في تقلبات في السوق، ممكن الشركة المصرية تبقى اغلى، سان جوبان اغلى، بس هو شركة سان جوبان ازازها شفاف اكتر من الشركة المصرية. بس لو انت خدت الازاز العادي الشفاف انت مش تعرفه ان ده مخضر ولا لا، لان انت بتمسك قطعة واحدة بس. ممكن بتاع الازاز يشوف ان هو مخضر، يعني هو احنا بنبقى شايفينه اخضر، يعني انا عن نفسي ببقى شايفه لونه مخضر شايفه، انما الزبون ما بياخدش باله خالص. انت لو عايز تشوف هتلاقي الازاز من الحرف، بص عليه من حرف الازاز، من السمك بتاعه هتلاقي الخضار واضح يعني على ما اعتقد يعني. انما انت بالنسبه لك النقطه دي مش تفرق معاك كتير، هو كده كده الازاز بالنسبه لك شفاف، وهو فعلا شفاف. النقطه دي بتاخدنا على النقط اللي بعد كده. ان الازاز ده المصنع لو شغال الازاز بيجيبه من الشركه المصريه هيبقى تكلفته ارخص لو هو بيشتريه من سان جوبان قبل ما يبقى سكريت اساسا. يعني هو الازاز لو جابه من مصنع الخامه اصلا غاليه، فهو اوريدي اغلى. يعني لو مصنع، في مصنعين، واحد بيجيبه من الشركه المصريه والتاني بيجيبه من سان جوبان، هتلاقي اللي بيجيب من سان جوبان سعره اغلى. سعره اغلى كام؟ يعني بصراحة انا مش عايز اتكلم في اسعار مباشرة لان الفيديو المفروض ان هو يقعد وقت طويل، فالاسعار بتتغير. بس يعني على ما اعتقد يعني ممكن 5% مثلا او 10%، مش فرق كتير يعني. يعني هنقول مثلا فرق 50 جنيه مثلا، 100 جنيه على حد اقصى يعني تعبير، بس هو بيبقى اقل من كده يعني ممكن 50 جنيه. بس طبعا حسب وقت تصوير الفيديو ممكن يختلف السعر اللي يوصل لك. بس ان هو في فرق، ان ده شفاف قوي وده يعني مخضر شويه. هل في الازاز فيه منه انواع؟ في انواع كتير، بس انا عايز اتكلم الاول على نقطه طالما دخلنا في الحته دي. يعني في ازاز كريستال. ازاز الكريستال ده زي مثلا زي ما بنقول النجف كده، النجفه بيبقى فيها بنقول لك كريستالات كده. الازاز الكريستال احنا قلنا الازاز العادي مخضر. الازاز الكريستال مزرق. يعني انا لو حطيت 100 لوح فوق بعض
مش هشوف الحيطه برضه، هشوف لون ازرق. يعني طبعا هشوف الحيطه المفروض اكتر من التاني، الشفافيه اعلى. دي بقى بيتعمل ازاي؟ ان هو الرمله نفسها وهي والازاز بيتصنع منه بتتغسل اكتر من مره، فالمفروض بيروح الخضار بيقلب لزرقان. اللي هو الازاز الازرق ده او المزرق شويه هو ازاز شفاف. انا كل ده شفاف مخضر ومزرق، انت مش هتشوفه. انت لو عايز تشوفه اخضر او ازرق زي ما انا بقول كده، بص على الطرف، على السمك بتاع الازاز، ممكن تشوف الالوان اللي انا بقول لك عليها. انما انت غير كده انت هتشوفه شفاف عادي خالص. انا بتكلم للفني اكتر، او الناس اللي بتفهم في الازاز والخامات هيفهم الكلام اللي انا بقوله، بس انا بديك كمعلومات عامه يعني. ان الكريستال مزرق، والازاز العادي مخضر. يعني لو حد ضحك عليك قال لك انا الازاز ده كريستال، بص عليه من الحرف، لو لقيته مخضر يبقى هو بيضحك عليك. بس هو عامة ما حدش يعمل لك ازاز كريستال يعني، عامة يعني، لان سعر الكريستال تقريبا ضعف الازاز العادي. يعني لو افترضنا ان مثلا متر الازاز مثلا بقرش مثلا او بجنيه، انا مش عايز اتكلم في اسعار خالص، الازاز الكريستال هيبقى ب 2 جنيه. فطبعا هو مش هيعملوه لك في ازاز كريستال مضروب في السوق يعني. يعني يقول لك ده كريستال وهو مخضر برضه، بياخد منك سعر اغلى وهو بيضحك عليك. هو بصراحه الناس الوحيدين اللي انا اتعاملت معاهم في مصداقيه ان هم عندهم كريستال بامانه يعني، بحق الله يعني، شركه الاتحاد العربي. دي الوحيدة اللي عندها ازاز كريستال اصلي. يعني تحط اللوح كده، لو ركبت الواجهة هتلاقي حد لبس فيه. انما جريش وبقية المصانع التانية بصراحة في نقطة الكريستال دي كريستال كذاب يعني، كده وكده. يقول لك كريستال بس هو مخضر، فانا بتضحك عليا يعني. تمام. عايزين نخش في نقطة بعد كده. احنا اتكلمنا ازاي الازاز السكوريت بيبقى ازاز عادي بيخش مرحلة السكراتة، اللي هي بيخش عن طريق درجة الحرارة حوالي 1000 مئوية، وبعد كده بيطلع من الناحية التانية وهو مختوم برودة. هل ممكن ازاز مش مختوم يبقى سكوريت؟ على ما اعتقد صعب. اي قطعة ازاز انا شفتهم بنفسي، رحت اكتر من مصنع، والحتة على الدرفيل قبل ما تخش المصنع بيديها ختم بالابيض قبل ما تتسكرت. ممكن حتة تجلي منهم او يحصل هفوة او بتاع، ممكن قطعة مثلا قطعتين، بس على ما اعتقد غير كده لا. اي قطعة لو ما لقيتش فيها الختم غالبا مش سكوريت. الختم ده ايه؟ الختم ده اسم المصنع اللي داخل فيه. يعني لو جريش هتلاقيها مختوم عليها جريش، لو الاتحاد العربي هتلاقيها مختوم عليها ختم الاتحاد العربي، وهكذا. في مرحلة سكرتة تانية، مرحلة كيماوية، بس بصراحة ما اعرفش مراحلها. بس بيتسكرت عن طريق كيماويات بتضاف للإزاز. المفروض ان هو بيتسكرت برضه، زي محاليل او حاجة زي كده. انا سمعت عنها بس بصراحة ما اعرفهاش، بس انا لازم اذكرها طالما ايه اتكلمنا في النقطة دي. عايز اخش في النقطة اللي بعد كده، اللي هي تخانات الازاز. احنا الاول عايزين نتكلم في الازاز العادي. الازاز العادي بيبقى فيه من اول 3 مللي، 3 4 5 6 8 10 12 15 20، 8 انواع. ده بالنسبه للازاز الشفاف طبعا. السكوريت بيبتدي من اول 4 مللي، 3 مللي ما ينفعش يتسكرت. احنا بيبتدي السكوريت عندنا ينفع يتسكرت من اول 4 مللي، يعني 4 مللي 5 6 8 10 12 15 مللي 20 مللي ينفع يتسكرت. في ناس مفكره ان الازاز التخين سكريت، لا. انا ممكن اجيب لك ازاز 10 مللي ما يخشش مرحله السكرته، هتلاقي ازاز ومشطوف بس مش سكريت، معلوش الختم. ايه الفرق ما بين السكريت والعادي؟ احنا ليه بنسكرت الازاز؟ عشان نتكلم في النقطه دي. احنا بنسكرت الازاز لسببين اساسيين. السبب الاولاني اللي هو حمايه سيفتي، يعني ان الازاز لما يتكسر يبقى يتكسر عن قطع صغيره، يعني حوالي سنتي في سنتي. فده بيدي امان، بحيث ان لو لا قدر الله قطعه ازاز او لوح ازاز اتكسر ممكن يموت حد، او ممكن لا قدر الله يعني يتسبب في بتر. الناس مش متخيله قطعه زجاج وزنها مثلا 200 300 كيلو، لو اتكسرت اتقسمت بالنص نزلت على واحد ممكن تقسمه نصين، او ممكن تعوره تعوير جامده. والناس اللي شغالين في الازاز العادي عارفين الكلام ده. فالامان ان هو لو لا قدر الله اتكسر، اتكسر حتت صغيره. ضعف الازاز في الحرف.
يعني انا لو جبت شاكوش ضربته هنا في الحرف يتكسر، انما لو ضربت كده في البطنيه دي، لو ضربت في البطنيه دي الازاز مش هيحصل. لو جبت شاكوش وخبطت في اللوح كده السكريت مش هيتكسر، انما لو في الحرف، لو جبت شاكوش وضربت في الحرف كده الحته تتكسر على طول. فهو ضعفه في الحروف. السبب التاني ان الازاز، يعني احنا قلنا اول سبب ان بيديله حمايه سيفتي يعني. تاني حاجه ان الازاز عشان قوه تحمله بتزيد حوالي 10 اضعاف. يعني انا لو حطيت لوح كده بالعرض كده درجه سلم مثلا، وانا وقفت على لوح الازاز مثلا، فاللوح لو الازاز العادي يقدر يشيل مثلا 20 كيلو، يعني انا لو حطيت تقل على الرف ده 20 كيلو، لو انا عملت الرف ده سكريت هيشيل حوالي 200 كيلو. بيزيد من قوة تحمل الازاز حوالي 10 اضعاف، ممكن اكتر كمان، بس احنا نقوله يعني حوالي 10 اضعاف. يبقى الازاز اول حاجة سيفتي، تاني حاجة قوة التحمل. اللي انا عايز اتكلم في النقط اللي بعد كده، اللي الناس برضو بتسألني فيها، انواع الاكسسوارات. بصراحة قصة الاكسسوارات عايزة حلقة لوحديها وهنعملها ان شاء الله قريب، بس انا عايز اتكلم بشكل عام برضو. في اكتر من حد يعني سألني عن انواع الاكسسوارات وكده، هتكلم برضو بشكل سريع كده، وهجيب بعد كده عينات وبتاع، بس انا ايه بقى زي بدردش معاكم يعني، من غير صور من غير فيديوهات، لان انا منزل فيديوهات كتير وهنزل تاني برضو لو انتم محتاجين حاجة معينة هنزل. احنا اتكلمنا على الازاز، هنيجي بعد كده نتكلم على نقطة تانية. النقطة بس قبل ما اخرج من نقطة الازاز، الاسعار. انا مش هتكلم في اسعار لان الاسعار بتتغير تقريبا حرفيا كل يوم، بس انا هتكلم المصانع. طبعا هتكلم في مصر لان انا معرفش في الدول العربية ايه المصانع الموجودة عندكم. احنا اغلى مصنع جريش. طبعا الفترة اللي فاتت دي انا عارف ان الجريش ما بقاش اغلى مصنع، بس انا بتكلم في عامة في خلال اخر 20 سنة هو جريش اغلى سعر ازاز في مصر. طبعا انا هستثني اخر شهر اللي احنا بنتكلم فيه، انا بتكلم كعامة يعني. بعد كده بيجي مصنع الاتحاد العربي، وبعد كده مصنع ديكوريتيف، في مصنع، في مصانع بصراحة يعني بتبقى نفس نفس المسمى، يعني اسامي مختلفة، بس هي ايه مش هي دي المشكلة. آه، يعني في مصانع بتتساوى، انا مش عايز اقول اسامي بصراحه لان مصانع كتير، احنا عندنا حوالي اكتر من حوالي 20 مصنع، فانا مش عايز اظلم حد عن حد. هي اولا هو الجريش الاتحاد العربي بصراحه، بعد كده تقريبا بيتساوي. يعني هو في مصانع طبعا، يعني انا بقسمهم بالنسبه لي 3 درجات، يعني طبعا ممكن يكون دي طريقه صحيحه ولا لا. في مصانع درجه اولى ودرجه تانية ودرجه ثالثه. مصانع درجه اولى زي جريش والاتحاد العربي، دول درجة أولى. في مصانع تانية اللي هي كلها بتتساوي معايا بدون مسميات، درديري وأرما، وفي مصانع كتيرة بصراحة. وفي المصانع اللي أنا عايز أتكلم عليها اللي هي درجة تالتة، في ناس